خلاص. بصي يا مو جبنا ايه؟ جبنا حلاوه المولد. بصوا يا جماعه جبنا يا صبر ايوب، يا صبر ايوب، يا صبر ايوب، قولوا لي بجد اعمل ايه؟ قولوا لي يا جماعه. بصوا يا جماعه، قولوا لي بجد اعمل اصل احنا ايه؟ نفسنا في حلاوه المولد بصراحه، مش واحنا فاهمة. زهقنا من الفاكهه. مش فاهمه. جبنا مش فاهمه. الرز يا ماما. وكفته الرز ماشي، كفته الرز مفيش مشكله. طب قولي لي دلوقتي، احنا لو زهقنا من الفاكهه وزهقنا من الحلويات اللي هي العاديه، زيت نجيب ايه؟ انتوا هتجننوني هتجننوني احنا بجد. جنون المانجا والعنب وجبناهم كتير. ايوه. خلاص بقى حلاوه كلي بعقل المولد. حلاوه بقى لا انت والله وهي. بتكلم بجد. بجد ايه ومش بجد ايه؟ حلاوه المولد ايه بس؟ على دي ودي. يا جماعه هو ده وقت حلاوه المولد بجد؟ وريهم حلاوه ايه المولد. رأيكم؟ ها دي علبه وعلبه كبيره قوي ما شاء الله. ده مين اللي هياكلها؟ كيلو بس يا منوره. طيب انا باخد بقى اللي خلاص انا مش هتكلم بقى، هنتكلم في هنعمل حلاوه المولد ده في فيديو. هناخد الزيت ده بقى كده، البصل ده ونحطه على الايه، على اسمه ايه، نسوني والله العظيم حرام عليكم بجد. حلاوه مولد ايه بس؟ مش عارفه اعمل ايه، اهرب منهم، اطفش، اصوت. يا مساء الفل والورد والياسمين على اخواتي واصحابي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتعملي لنا ايه يا جيجي؟ هعمل لكم بقى اكله تحفه بجد احنا بنحبها او دايما بنطلبها من بره، بس ان شاء الله المره دي هنعملها في البيت وهتطلع احلى من المحلات. هنعمل كشري مصري بعدس بجبه ورز ومكرونه سباكيتي ومكرونه صغيره. هنعمل شويه صلصه كده حلوين وهنكتر الشطه، وهنعمل بصل من اللي هو بيتحط على الوش ده. ان شاء الله الفيديو يعجبكم وسهل وبسيط والمكونات كلها موجوده في كل بيت. تعالوا كده مع بعض على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه في فيديو كشري النهارده، يا رب يعجبكم. يلا بينا كده. هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا الاول بالبصل. انا كنت قبل ما اصور الفيديو يعني ايه بصراحه ما كنتش هصور فيديو يعني، فكنت بدات وبعدين رجعت بعد كده قلت لا اصور. دول بصلتين انا قطعتهم كده تقطيعه صغيره، وهنبدا نحطهم على النار ونحمرهم علشان نعمل ايه الكشري كده. هنبدا كده نولع البصل، نحط شويه زيت. بصوا هو الكشري تقريبا كله بيتعمل بزيت ما عدا المكرونه بس هنسيبها بقى تتحمر براحتها خالص ونرجع لها تاني. هنحط بقى الميه بتاعت المكرونه على النار ونحط لها شويه زيت وشويه ملح. هنسلق طبعا كل كيس لوحده ماشي، بس ونسيبها تغلي. نجيب بقى الطاسه احط فيها زيت برضو، احنا هنخرب الدنيا في الزيت النهارده. بصوا زيت، بصوا هي ازازه الزيت هتروح، ونقطع فيها البصل عشان ايه ده البصل اللي هيبقى متحمر فوق الكشري. مش عارفه هما بيحطوا له بقى نشا وبتاع، انا ماليش في الحاجات دي خالص يعني. يبقى كده البصله بتاعت العدس على النار، ودي البصل بتاع الكشري. لسه فاضل ايه؟ هنعمل صلصه. بصوا طريقته سهله يعني، ما بياخدش حاجه، ما بياخدش وقت. بصي طالما انت المواعين مغسوله والحلل المواعين مغسوله والحاجه جاهزه يعني موجوده عندك، مش هتضطري تطلعي تشتري من بره، فخلاص مش هياخد حلو خالص. بصوا انا بموت في البصل ده، بحبه جدا. احنا قعدنا نفكر انا بقى والعيال هناكل ايه، كل حاجه عايزين نطلع نجيبها من بره. طب نعمل ايه دلوقتي؟ قعدت افكر كده، قعدوا بقى دي تقول مش عارفه عايزه اكل ايه ودي تقول عايزه اكل ايه. بقى دخلت جوه المطبخ قعدت ادور كده، لقيت العدس ولقيت ايه، قلت انا هشوف لو الحاجه كلها موجوده مش هسال فيهم، هبدا ايه اشتغل على طول. لو مش موجوده خلاص احنا كده كده هنطلع اشوفهم هم عايزين ياكلوا. فببص بقى لقيت المكرونه موجوده، لا ولقيت مكرونه صغيره، مكرونه سباكيتي موجوده، البصل موجود، العدس موجود، الرز موجود، الزبده موجوده. فقلت خلاص يبقى انا كده. الشطه طبعا اهم حاجه، يبقى انا ايه مش هسال في كلامهم، يا بنت ايه ابدأي اعملي.
وبدات بقى وهم جوه في الاوضه مش عارفين ايه انا بعمل ايه. بس كده البصل خلاص، هنسيبه بقى يتحمر كويس. ونبدا بقى بعد كده نعمل ايه الصلصه بتاعتنا. عارفين بقى لما يلاقوا الاكل خلص خالص هياكلوا عادي. بصوا بقى انا هحطلكوا قصه على الشفشق بتاع الخلاط ده. الشفشق ده شايفين؟ انتوا كنتوا طبعا فاكرين شاريه كده، لا هو مش كده خالص. بصوا الشفشق ده انا كنت عندي بوتاجاز غير ده قبل كده، كان تقريبا تورنيدو. فجيت عملت ايه، كنت بشغله عادي. دي الطماطم اللي انا غسلتها دي بتاعت الصلصه. فبصيت فجاه لقيت العيون كلها بتولع، يعني كل العيون ولعت مع بعض مع اني كنت قافله العيون كلها. النار عالي كده، وده كان محطوط الشفشق ده كان محطوط جنب العين هنا، فالنار راحت ايه حرقاني هنا كده. فكانت مشكله يعني. حبيت اقول لكم عشان كل مره ايه بداري العيب اللي في الخلاط ده، مش عايزه اوريه لكم عشان شكله ايه مضايقني. فقلت لا ما بديهاش بقى، احتمال خلاص. كده دورناه خلاص في الخلاط. بصوا الكشري ده اسهل حاجه ممكن تعمليها طول ما الحاجه موجوده. كفايه عشان ايه طبعا حسيتوا كده ان انتوا زهقتوا مني، بقيتوا تحبوا الفيديوهات بتاعت جهاد الجميله، بس انا قلت اضايقكم بقى. هعمل انا الفيديو بقى لوحدي، هسيب مطبخي مش كده. انا يعني تقريبا خلصت الكشري. ميه المكرونه على النار، والصلصه خلاص على النار، والبصل على النار. بس البصله كمان ايه تتحمر، ونحط الايه العدس. كده الصلصه خلاص انا خلصتها، هسيبها بقى على النار كده، وايه هنسيب الحاجه كلها على النار، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه. وايه لما البصله تتحمر والعدس نضيف يعني مفيهوش حاجه. سيبه غسله كده. بصوا انا مش هكتر رز وعدس، انا بحب اساسا اكتر العدس بكده ده في الطبيعي، بس انا بجد حاسه ان هو عشان يبقى خفيف كده هنكتر المكرونه، لكن الرز والعدس هعمل كميه مش كبيره يعني. كده البصل حلو، نيجي بقى نحطه على البصل كده في المصفى بقى كده. كده بقى الميه بتغلي، نحط الايه المكرونه. بصوا انا المكرونه عامه ما بحبش اجيب اي نوع، انا دايما بجيب ايطاليانو او روجينو، بس لقيت ما لقيتش سباكيتي غير الضحى، فقلت اجرب بقى الضحى. هي الضحى حلوه، الضحى مش وحشه، حاسه الضحى كمان هتطلع احلى من الايطاليانو والروجينو. اهي هنسيبها كده ايه بالظبط تقعد 7 دقايق. انا غلطانه اني ما قمتش عملت الكشري على طول بجد. يلا كده خلاص بقى العدس وديهم كده ايه تقريبا مع بعض كويس. تقريبا كده مع بعض على النار. خلاص هنحط شوية المية عشان يستوي. سيبه بقى يستوي براحته خالص على نار هادية كده.
تعالوا نبص على المكرونه كده تقريبا خلاص. هنصفيها ونحط لها حته زبده. مولعه. بس في نفس الحله بقى احط حته زبده كده بس هي كده. بس مش هغسلها بالميه ولا اي حاجه لان هي نوعها نضيف. بقى في نفس الحله كده مش ايه، دي زبده انا مسيحاها. نديها تقليبه كده وكده خلاص المكرونه بتاعتنا خلاص. انا كده كده كنت حاطه ملح في الميه بتاعت السليق بتاعت المكرونه، مش هحط لها ملح تاني. سيبها كده ايه 10 دقايق على النار بحيث ان الزبده ايه تبقى تدخل في المكرونه يعني. انا حطيت حله تانية عشان اعمل المكرونه التانية عشان الوقت. وبقى المكرونه عشان كده ايه لا كفايه عليها قوي كده بجد. عايزه ادوقها. تحفه تحفه بجد، المكرونه خطيره. الزبده خليتها في حته كده. طفينا على المكرونه كفايه. فين الرز؟ مش عارفه نص كيلو رز. زي ما قلت لكم مش عارفه ازود لا رز ولا نقص عشان يبقى خفيف بس. حبه وحبه الرز انا متعوده بستخدمه في الوقت. بصوا هما تقريبا بيقولوا الرز ما بيتغسلش قوي يعني، غسله خفيفه كده بيقولك عشان النشا اللي فيه ما ينزلش. فمش عارفه يعني الكلام ده صح ولا لا، بس انا يعني ايه انا ما بعرفش اغسله اي كلام، بس بحاول يعني طالما كده خيره بينزل لا بحاول اغسله ايه غسله خفيفه كده. هنشوف العدس بقى لو استوى نحط عليه الرز. حله تانية عشان كيس المكرونه التاني، قلت عشان ننجز في الوقت. لها توت مفروم، شويه ملح. بجد المكرونه دي حلوه قوي كده الملح اللي انا بعمله ده بجد. المكرونه تحفه، شوفوا لونها اصفر وحلوه ازاي، تحفه بجد. انا اشوف البصل. يبقى البصل كده كفايه عشان ما يمررش. هجيب طبق. يلا خلاص قربنا نخلص اهو. عشان يغرف لكم بقى احلى طبق كشري. خلاص يا مو جبنا ايه؟ جبنا حلاوه المولد. بصوا يا جماعه جبنا ايه؟ يا صبر ايوب يا صبر ايوب يا صبر ايوب، قولوا لي بجد اعمل ايه؟ قولوا لي يا جماعه بصوا يا جماعه، قولوا لي بجد اعمل اصل احنا ايه؟ نفسنا في حلاوه المولد بصراحه، مش واحنا فاهمة. زهقنا من الفاكهه. مش فاهمه مش فاهمه. يا ماما وكفته الرز ماشي، كفته الرز مفيش مشكله. طب قولي لي دلوقتي احنا لو زهقنا من الفاكهه وزهقنا من الحلويات اللي هي العاديه زيت نجيب ايه؟ انتوا هتجننوني هتجننوني بجد. المانجا والعنب وجبناهم كتير. ايوه خلاص بقى حلاوه كلي بعقل حلاوه بقى انت وهي. بجد بجد ايه ومش بجد ايه؟ حلاوه المولد ايه بس دي ودي. يا جماعه؟ هو ده وقت حلاوه المولد بجد؟ وريهم حلاوه المولد. ها دي علبه وعلبه كبيره قوي ما شاء الله. ده مين اللي هياكلها؟ كيلو بس يا مامورة. طيب انا باخد بقى اللي زي خلاص انا مش هتكلم بقى، هنتكلم في هنعمل حلاوه المولد ده في فيديو. هناخد الزيت ده بقى كده البصل ده ونحطه على الايه على اسمه ايه نسوني والله العظيم حرام عليكم بجد. حلاوه مولد ايه بس؟ مش عارفه اعمل ايه، اهرب منهم اطفش اصوت. طيب البصل خلونا دلوقتي في الكشري وبعدين نبقى نشوف موضوع حلاوه المولد. انا غلطانه اني بدي اساسا جهاد الفلوس تشيلها معايا. طيب بصوا كده البصله استوى، هنبدا نحط الرز.
بصوا يا جماعه، انتوا هتلاقوا الاضاءه بتاعت التليفون مش قد كده، لان بجد المطبخ مولع نار، فمش عارفه الاضاءه بتغمق كده ليه. التليفون بيسخن بطريقه فظيعه. كده ايه، حطينا الرز كله كده خلاص. هنسيب بقى ايه العدس والرز يستووا. نحط الملح، مفيش ملح. نحط بقى الملح ونشغل الكتل كده عشان لو احتاجت ايه ميه. سيبه بقى يتشرب، وبعد كده ايه الرز يستوي. يتشرب، وبعد كده ايه نهدي عليه النار خالص ونسيبه. خلاص هجيب الكيس التاني. نبدأ بقى ايه نحطه في المصفى. مولعه نار بجد. في ايه ده؟ بس برضه ايه هحط لها حته زبده كده في نفس دقيقتين برضه كده، وايه وهنطفي عليه. اديها تقليبه كده في الزبده. بصوا شكلها تحفه تحفه بجد. بس كده المكرونه تحفه خطيره، والزبده فيها رائعه. الصلصه كده خلصت. هنحط لها بقى الشطه والملح. ادي الملح. الشطه بقى انا هحط شويه كده، واللي عايز يزود بعد كده يزود، عشان في ما بيحبش الشطه حراقه. الصلصه حراقه، ما احطش الشطه حراقه. بس كده خلاص الصلصه خلصت والرز خلاص اتشرب. ههدي عليه واغطيه ونسيبه بقى، وهنيجي مع بعض بقى واحنا بنغرف الكشري بعد ما خلصنا. يا رب الفيديو. بصوا الكشري اهو بقى تحفه، استوى. بصوا مفرفط ازاي، فظيع بجد. تعالوا نغرف بقى. بيفكرني بمسلسل عبد الغفور البرعي، فاطمه كشري. اما عبد الغفور كان بيعلمها ازاي تعمل الكشري. بصوا احنا هناكل كلنا في طبق واحد، يعني ايه، مش هنقعد بقى نعمل اطباق وبتاع. بس بتهيألي كده الرز والعدس ايه حلو قوي، تحفه كده. تسلم ايدك يا جيجي بجد، تسلم ايدك. تعالوا بقى نشوف المكرونه. بجد المكرونه تحفه. والزبده بقى البلدي مخليه ايه المكرونه في حته تانيه. عايزه اظبط كده عشان اطلع الطبق شكله حلو. لسه اصبروا اصبروا اصبروا. انا هعمل طبق حكايه، ولا تقولوا لي بقى ابو طارق ولا التحرير. نجيب بقى المكرونه التانيه دي. بجد خطير اهو.
المكرونه كده، بس الطبق في الاخر يقع مني. اخر حاجه بقى البصل، زود بيه الطبق. بس انا ما رضيتش احمر البصله قوي عشان لما بتتحمر قوي بيبقى ايه شكلها بشع. كده تمام. نحط بقى الصلصه ونزود بصل كمان. يعني تحفه 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 يا جيجي، تحفه. ماشي، تعالوا بقى نعمل ايه. نحط الصلصه بقى. بجد عايزاكم تقولوا لي رايكم وتجربوا بجد الكشري بالطريقه دي. في تقريبا ناس بتحب تحط عليه ليمون، نجرب مش هنخسر حاجه. تخيلوا بقى لو جبنا الكشري ده من بره، ده فيه كمان يعني طبقين زي دول، كنا دفعنا كام؟ وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. تعالوا بقى بصوا شوفوا الكشري اهو. الكشري بعد ما خلص شكله تحفة بجد، ما خدش حاجة والله، وقت بسيط جدا وخلصنا في ثواني، والمكونات بتاعته بسيطة جدا ورخيصة وسهلة. يلا كده بقى نشوف الصلصة دي برضو بتاعتنا. بس يا ريت بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.